السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. في صوتي يا أحباب؟ الحمد لله. شيكم خليته شمر يعصب، ترى إذا عصب شمر أنا عصب، ترى دير بالكم، كلش ولا شمر. صبحكم الله بالخير والمسرات من الأرض والسماوات. كلاكم مصيب، لكن لا بد أن يوضع الأمر في محله ومكانه، أن يقدر بقدره. لكن لما يأتي شخص، يعني هذه وجهة نظري، لما يأتي شخص ويعيد نفس الشبهة، شوف، ويعيد نفس الشبهة مرارا وتكرارا ويجد نفس الجواب، وأحيانا بعض الأخوة يتوسع في الجواب ويكون يعني بعد هذه الإجابة ما عنده رد، خلاص رجل يعني اتضح له الأمر، ثم يرجع بعد فترة ويعيد نفس الشبهة، هذا ما يريد حق، هذا ما يريد حق. نعم، الأخوة استفادوا، وعرفوا يعني مثل هذه الأطروحات كيف يتعاملوا معها. لا، هم شرط الإجابة، لا، شرط الإجابة إذا أتى رجل، هي القصد أنه شخص حتى لو ألقى شبهة وكان محترم بطرحه للشبهة، يعني ما يتجاوز على أحد ولا يلمز ولا يغمز، يجاب. لكن نجيب عليه مثلا شمر أو شبيب أو صرير القلم أبو أسامة أو أنت حتى يا حبيب الحسني، رددت عليه سواء كان رد مسهب ولا مقتضب، ورجل سكت بعدها ثم أتى بعد فترة وعاد نفس الشبهة. أنا ليش أرد أتعب نفسي وقد قتلت هذه الشبهة ردا؟ خلاص أنا أنتقل إلى أمر آخر، أقول إيش تريد من هذه الشبهة؟ تكررها علينا مرارا وتكرارا، لأن هي طريقة هؤلاء. أنا أبين لك يعني بحكم الخبرة في البلتوك. طبعا أنا بالعكس كلام شمر، ترى هذا المسلك للدعاة، أنه لابد أن الواحد يكون عنده الأهلية في الرد ويفند هذه الشبهات من أي شخص كائنا من كان. هنا فتحناها لتفنيد الشبهات ورد الإشكالات وهداية الناس من يتلبس بمثل هذه الشبهة. لأن إذا وقعت الشبهة في قلب شخص، وغالبا يكون سني مثلا، وأنت عندك إجابة وتركت هذه الشبهة في قلبه، فتكون أنت ممن ساهم في إفساد هذا الرجل، لأن عندك الإجابة في أن تنزل هذه الشبهة وسكت. لا، احنا نتكلم عن يعني أناس متخصصين في رمي الشبهات والإشكالات، ولا يقصد بذلك القناعة أو نزيل اللبس عنه، سواء كان سني أو غيره. في بعض أهل السنة يدخل المشاغبة، ما هو يدخل لأجل أنه يستفيد أو ينتفع من ردود بعض الأخوة. فأنا القصد أن الأمر يقدر بقدره. فهناك أناس يدخلون يلقون الشبهة، هم ما قصدوا أنهم يسمعوا الجواب، لما يلقي الشبهة ويكون هناك شخص من أهل السنة متمكن في رد الشبهات، تلقاه ما يجاري، يسكت، لأنه راح يظهر جهله ويفتضح أمام الناس، أو يجاريه قليلا ثم يسكت من باب أنه ما عنده جواب، فينتظر بعد فترة أن يأخذ المايك شخص ضعيف في الرد، ما عنده القدرة العلمية في تفنيد مثل هذه الشبهة، فيلقيها عليه، فيفرح أن هذا يتخبط في الرد، فيثير بلبلة في الغرفة، وقد تؤثر على بعض ضعاف القلوب. هذا نوع ممن يلقي الشبهات، هذه طريقته. ولاحظ ترى أنه يكرر نفس
يكرر نفس الشبهة. أنا ما أتكلم على أنه يأتي مثلا وأشكلت عليه مسألة ويجي يسأل عنها إما بالعام أو بالخاص، لا، أنا أتكلم عن شخص ما عنده إلا هذه الشبهة ويكررها مرارا وتكرارا. فما يقصد بذلك أنه يقتنع أو يستمع أو يستفيد، لا، يقصد أنه يصيد له شخص بهذه الشبهة، مثل الحبال، مثل المصيدة. هذا نوع ممن يلقي الشبهات. نوع آخر ممن يلقي الشبهات يدخل، طبعا هذا كلهم يسلك معك مسلك المتأدب في الطرح، مش الطاعن الذي يلعن ويسب، لا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يدخل بكل لطف، بكل أريحية، بكل أدب، أو يلقي الشبهة من باب أنه بيسمع منك الجواب. هذا النوع. النوع الثاني يلقي الشبهة زين على مسامع الأخوة. وطبعا يكون هناك أحد الأخوة المحاورين زين اللي يحاول ويرد على هذه الشبهة يفندها. فلما يلقي هذه الشبهة هو ما يقصد أنه يفتح معه حوار، لا، هو يقصد أنه يسجل. مجرد أنه ألقى الشبهة وسمع هذا الشخص يتكلم ويرد على هذه الشبهة فيسجل. يريد أن يصيد على هذا الشخص زلة. وهذه حصلت مع أحد الأخوة، أنه صار كان حوار بين هذا الأخ سني مع شخص شيعي، فأخونا السني حصل منه زلة بلسانه ما قصدها. تعرف أحيانا بعض المحاورين يحتد في النقاش زين، فأثناء ما هو منفعل يتكلم بكلام أحيانا تخرج منه كلمة هو ما يقصدها، زلة، فتسجل عليه. فهذا الأخ السني يعني أفهم الشيعي، يعني ألزمه ما استطاع أن يجيب، لكن أثناء ما هو محتد ومنفعل في الحوار خرجت منه كلمة سجلت عليه، فنشروها في اليوتيوب. انظروا إلى هذا المحاور، انظروا إلى أهل السنة. شوف ما يقول المحاور، انظروا إلى أهل السنة يلعنوا آل البيت، وسجلوها ونشروها في اليوتيوب. القصد هنا بس إنهم يسجلوا، وهم ما يريدوا حق ولا يريد أن يستمعوا، بس يلقي الشبهة وشوف شنو ردك. إذا يعني كان ردك رد متمكن ما راح يستفيد من هذا التسجيل، بس بيشوف الزلة أو تتكلم بكلام يشوف أنه في صالحه فيبتر ما يريده فينشره. يعني هؤلاء أخبث الأشخاص ملقين الشبهات في غرف أهل السنة، أو ممن يشكل على أهل السنة، لأن هذولا يتصيدوا في الماء العاكر. النوع الثالث، هذا النوع الذي تجتهد في أنك قدر ما تستطيع أنك تهديه هداية إرشاد، لأن هداية التوفيق من الله عز وجل، في أنك تبين له. وقد يأتيك ويزعجك بكثرة الأسئلة، وهذه حصلت معي أن أحد الشيعة قبل يمكن 12 سنة أول بداية دخول البالتوك، يعني بعد سنة أو سنة ونص، فكان يتواصل معي بالخاص بغض النظر إيش نيته في هذا الأمر. فكان يسألني أسئلة وأعطيه أجوبة، طبعا أجوبة علمية، يعني ما هو والله شو اسمه أجوبة كونه أنه شيعي يكون ردي من باب التجني عليه، لا، أجوبة علمية معتمدة على أصول علمية صحيحة مع إلزامات. أنا وياه بالخاص فترة، فالرجل يعني يريد فعلا أنه يعني يعرف الحق، فهذا يعني تكون لك في راسه فيه وتعرف أنه رجل حقيقة بطريقة كلامه، بطريقة طرحه، بطريقة أسئلته نوعا ما
يعني أحيانا من السؤال تستشف أن رجل يريد أن يعرف، يريد أن يتعلم، يريد أن يفهم، بخلاف الذي تجد يكرر نفس السؤال ويعطى نفس الإجابة. يعني هناك مسألة في أصول الفقه اسمها التلفيق. إيش معنات التلفيق؟ التلفيق هذه أن تأخذ الرخص من أغلب المذاهب الفقهية. طبعا هذه الرخص تكون شاذة أو مخالفة، لكن ترخصوا بها على حسب اجتهادهم، فتأخذ من كل مذهب ما ترخص به. لذلك أهل العلم قالوا من تتبع الرخص عند العلماء فقد تزندق. يعني يأخذ مثلا ترخص عند مثلا أهل العراق في قضية شرب النبيذ، يأخذ الترخص عند مثلا أهل المدينة في قضية مثلا سماع المعازف أو أي مسألة يعني فيها ترخص. طبعا مو قضية الرخصة الشرعية، لا، الترخص عند بعض الفقهاء، وهذه ليس لها علاقة بكتاب السنة. فأهل العلم يقول من تتبع الرخص تزندق، يعني رخص بهذا الأمر. وهذا التلفيق يعني تأخذ ما يعجبك ويوافق هواك وتتخذه دين، هذا ما هو دين. نعم. فهذا نفس الوضع. يعني هذا الرجل إذا كان يعني يسأل مثل هذه الأسئلة ويكررها على مسامع الأخوة، هو ما يريد الحق، بس يريد أن يضرب هذا بذاك. يعني بعض الناس حتى من أهل السنة يجي يسأل شيخ يستفتيه في مسألة ويجيب الشيخ، يعني هو شيخ له مكانته ويفتي. يعني مثلا يأتي شخص يسأل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه هذه المسألة، ويجيبه الشيخ ابن باز على هذه المسألة وفق الأدلة، فيأتي هذا بطفاقة وجهه وصفاقة وجهه ويقول له لكن الشيخ فلاني قال عكس ما تقول. زين أنت تأتي تستفتي، ما تأمنت في مقام التقييم حتى تقول فلان قال عكس ما تقول. فهذا النوعية من الناس هذا لابد أن يحذر منه ويحذر منه، لأن هذا ما يريد حق، هذا يريد أن يحارش بين الأخوة فيما بينهم. يعني وهذا يعني راح تسمعوه، يأتي شخص يسألك فتجيب يقول لك لكن مثلا شمر قال عكس كلامك، يبيك تقع في شمر، تقول له مثلا وش عرف الشمر مثلا بهذه المسألة، فيضربكم ببعض. وهذا من أخبث الذين يشكلوا على أهل السنة، فلذلك كونوا على حذر، قد ينفع الحذر. فالقصد أنه لابد أن تكون عندكم فراسة في معرفة السائل وماذا يريد من سؤاله. يعني أحيانا أنت لما يجي شخص يسأل السؤال أنت تعرف إيش اللي يريد من غير ما تستطرد معه في الحوار، تعرف أين يريد أن يصل معك في هذا السؤال، حتى لو ما صرح بذكر أسماء في هذا السؤال، لو حتى كان السؤال هذا من باب العموم يريد أن تجيبه فيلزمك. لا، ما يجوز. أنا الكلام يا فويس بن، الكلام على من عنده علم. الجاهل ما يحق له يحاول، بل يمنع من الحوار. أي إنسان يجهل هذه المسألة، أنا ما أقول يجهل الجهل العام بحيث أنه ما يعرف لا يقرأ ولا يفهم، لا، أنا أتكلم في هذه المسألة ما عنده علم فيها ما يحاول فيها. كلهم يعني شوف، أنا ترى ما أحب أناقش الدواعش، أنا ما أحب أناقش الدواعش، لكن لابد مما ليس منه بده، لابد مما ليس منه بده. وأنا حتى ماني كثير اطلاع في كتبهم، حتى يمكن من اللي كان معي فترة طويلة ويتابعني في طريقة حواري مع الشيعة، ما أدري إذا كان شمر كان يتابع طريقتي في الحوار، ترى أنا ما استدل عليهم كثيرا في كتبهم، أنا أحاورهم بنقد الشبهة التي يستدل بها عليه من باب أن ألزمه بما أشكل به علينا. هذه طريقتي مع الرافضة، ما أستطرد معه وأقول له عندكم وعندكم، لا، الترفق أمر آخر. هذا أسلوب، أنا أتكلم عن الطرح العلمي،
طريقة كونه أسلوب دعوي أمر آخر بخلاف قضية الطرح العلمي. قد يكون الإنسان طرحه العلمي قوي جدا وفي حدة وفي شدة في الطرح، هذا ما له دعوة مسألة الأسلوب هل هو مترفق أو ليس مترفق. يعني حتى لما تلاحظوا في السابق لما أنا أتكلم ويعني وفيني حدة في الكلام وأنفعل ويرتفع صوتي، يقول لي بعضهم يقول يا أخي لا تعصب. قلت أنا ماني معصب، أنا هذا أسلوبي في الكلام في الطرح. يعني أنا أتكلم معكم بهذه النبرة بهذا الصوت، هل أنا معصب الآن؟ إيه، فلما الشخص يسمع شوية ماني معصب أنا واقف صوتي يوحي للسامع بأني منفعل. لا، أنا هذا صوتي، هذه نبرة الصوت عندي، هذه طريقتي في الكلام. فالبالتوك ما يعطيك تقييم 100%، ما يعطيك تقييم 100% إن اللي أمامك متنرفز أو معصب. ما أنت تعرف إذا بدأ يتكلم بكلام غير مسؤول، سباب، شتم، لمز، غمز، طعن، يعني ترك الحوار وتناول شخصك مثلا. لا، طرح الشبهات لا. هي شوف، انتبه شبيب، خلني أنتهي من هذه النقطة وأتي إلى ما تفضلت به. فنأتي إلى مسألة آخر المطاف في قضية هذا الذي يلقي الشبهات. فها أنت كونك محاور تكون عندك فراسة في هذا الشخص، تستمع لهذه الشبهة، يكون عندك بعد نظر مع هذا الإنسان، وتكون تتابع أحواله. يعني تعرف ان هذا الرجل اما هذا نكه الحقيقي وما يدخل به، او انه يعني له عدة نكات ويدخل ويثير نفس الشبهة. فيعني مثل ما يقول يعني مثل ما ينضحك علينا، او كما يقال حرامي ما يقص على حرامي هذا مثل يقال ان لص يسرق من لص، فاللص الثاني يعرف اساليب اللصوصية. اي مع الفارق، ما هو القصد التشبيه. فانت تعرفه وتعرف مغزاه وايش اللي يريد، فانت تكون عندك فراسة. فلا بد من تنمية الفراسة عند المحاور. اذا ما عنده فراسة ايش الفائدة؟ يصير مغفل وعنده طيبة بحيث انه تمر عليه مثل هذه الامور، وبعدين يندم على انه حاور مثل هذا وسجل عليه او رمى اشكال وورطه وأصاب بهم نفسي بحيث أنه ما استطاع أن يرد الرد الشافي على هذه الشبهة. لا، ولا بد يكون عندك استعداد قبلا، يعني ما تنتظر الشبهة تأتيك. بعضهم يتفاجأ بنوع الشبهة يقول أنا ما أدري عنها، فيروح المحاور يعني يأثر في نفسه، يقول زين ما دامك ما تعرف الشبهة ليش أنت متصدر للكلام؟ أي يتسكر عليه كل الدروب. لأن بعضهم يقول لك أنا ما أعرف أرد على هذه الشبهة أو ما عندي علم فيها، فيرد المخالف له يقول زين ما دام ما عندك ليش أنت متصدر؟ ليش أنت تتكلم؟ يحاول يحارب حرب نفسية. ما في شيء اسمه جميع، هذا نبذه من هم ضد الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. اي ماشي، حتى لو ما كان عنده علم لا يظهر للشخص اللي يستمع له وهو مخالف انه ما عنده علم. اي ما في شيء اسمه جميع. في شيء اسمه وهابية الخالدي. الشيخ ممدوح الحربي يقول فيه حتى الجامية هم السلفية، خلاص انتهى. إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأن لوهابي. إذا كان اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وهابية أنا أقر بأني وهابي. فأنت تقول الوهابي هم السلفية كذلك الجامية هم السلفية، انتهى الأمر. فأنهينا من آخر نقطة.
في قضية أن الشخص السائل لما يطرح السؤال يكون متفرس فيه. إذا كان يريد الحق ومعرفة الصواب في هذه المسألة يجتهد في أنه يبين له، إما عن طريق الإسهاب أو عن طريق أسئلة إلزامية، بحيث أنه يعرف أين مكمن الخطأ في هذه الشبهة. هل هذا من الحق هل هذا من الحق يجهل الآخر؟ هذا ما هو حق، بس هذا الرجل ما يريد حق، فتجده مخالف فيجهله على هذا الأساس، لأن هذا الرجل ما دخل يريد الحق. أنا أعرف يعني هذه حتى حصلت مع ابن عمر لما أتى رجل وسأله مسألة فقال لا أدري. قال يعني ابن عمر، أنت ابن عمر اللي تضرب الإبل أكبادها إليك ويأتوك الناس من كل ولا تعلم؟ قل لمن خلفك، يعني ممن أتيت منهم، زين، أن ابن عمر لا يعلم. إيه. لكن القصد هنا شنو؟ القصد أن هذا الرجل اللي سأل هذا السؤال أنت تتفرس فيه، بحيث أنه تعرف أن رجل يريد أن يستمع، يريد أن يتعلم، يريد أن يفهم. لكن لما أنت تقول لا أدري فلأن الرجل يتبع هواه ولا يريد الحق يجعل الكلمة هذه في قولك لا أعلم أو لا أدري مطعن فيك، وما يدري أن هذا مطعن فيه، لأن هذا الأمر ما هو منقص في الشخص أن يقول لا أدري. زين، إذا لم أكن إلا أنا موجود مثلا وما أدري والباقي ما حد يعرف، إيش نسوي؟ نخليه يستمر؟ أنت مهدي منتظر. شوف سبحان الله، وأنت عندك إجابة على هذا السؤال؟ الخالدي أنت توك داخل ولا تدش القصة. زين، المشايخ كثر، زين، هو دخل الغرفة هنا وقلت أنا لا أدري وما في مشايخ، إيش الوضع؟ يا الخالدي إيش الوضع؟ خلي منقط. المهم انتهينا من هذه النقطة. هو مو عارف التأصيل العلمي ولا هو عارف كيف يتعامل مع الناس. وين شو اسمه سألني هل من الترفق ترك المخالف يطرح شبهات كثيرة؟ لا، هو الترفق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع عن شيء إلا شانه. هذا الترفق لابد أن يقدر بقدره، وهذا من الحكمة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم توعد الصحابة في غزوة من الغزوات لما كان يمسح على ظهور أقدامهم استعجالا حتى ما تفوتهم الصلاة. فلما راهم على هذا الفعل قال ويل للأعقاب من النار. الأعقاب اللي هي العقب اللي أسفل القدم، اللي يكون أسفل باطن القدم ودون الكعبين. هذا العقب ما يصيبه الماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم رآهم على هذا الفعل، ما كانوا يمسحوا على أخفافهم، كانوا من باب غسل القدم، فكانوا يقول ويل للأعقاب من النار. ويل توهد ووعيد من رسول الله، ويهددهم بإيش؟ بالنار. زين، هل الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان مترفق بهم في هذه الحالة، في هذه الوضعية؟ أي، من باب أنه حتى ما يفوتهم الوقت، وكانوا كثرة علشان يتوضأوا. هل كان الرسول لما قال هذه الكلمة ما كان مترفق معهم؟ لا، كان مترفق معهم،
كان مترفق معهم، والدليل أنه كان حريص على أن يكون وضوءهم أتم الوضوء، يكون وضوءهم أتم الوضوء. فبين لهم هذه المخالفة ترديهم في النار، فكان من حبه لهم وحرصه عليهم حتى ما يقعوا في النار، بين لهم أن ترك غسل الرجل وترك العقب فيه وعيد. نعم، من باب الزجر. أحسنت. وهذا من الترفق، لأنه وضع شيء في موضعه، وهذا من الحكمة. ومثل ما قال بئس خطيب القوم أنت، لما جمع بين الله عز وجل وبين الرسول في كلامه. بئس هذه ذم، لكن أراد أن ينبهه أن لا يفعل ذلك، وكان باب الزجر له. وكما قال كذب أبو السنابل. لا، الغلظة يعني من ناحية إيش؟ إذا كان من باب ترفق، مثل اللي يشربك الدواء المر وأنت تعافه وهو يريد لك الشفاء، فهنا المخالف يقدر بقدره. إذا كان إنسان سباب وشتام وطعام ما تنزل لمستواه، نقطه واطرده. ومسألة الغلظة ما تكون قضية السب والشتم والطعن، ماشي، واغلظ عليهم زين. في الجهاد هنا جهاد اللسان وجهاد السنان. كان في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بجهاد السنان، وفي المنافقين بجهاد اللسان، وكان يغلظ عليهم بالقول ويعظهم في أنفسهم موعظة بليغة. عل الله عز وجل يعني يتوب عليهم ويرجعوا إلى صوابهم. وكثير من المنافقين كانوا منافقين ثم تابوا. لابد من الدعوة بالرفق. أنا ما أنكرها. يعني الآن أنا أتكلم وهذا أسلوبي في الكلام وطريقتي، هل أنا الآن غليظ مع المخالف على نبرة صوتي وعلى طريقتي في الكلام؟ إذن المسألة تتعلق بالأسلوب نفسه. يعني أنا لما أتكلم ما أنزل إلى مستوى المخالف بحيث أن تصير أخلاقي مثل أخلاقه، فيها جهالة وفيها تطاول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أبو مصطفى. فمسألة الرفق تقدر بقدرها، بس مو مسألة لما أنا أكون مثلا أشتد معاك في موطن معين، وهذا من باب أني ما أريدك أن تستمر في هذا الأمر، من باب أني مترفق بك حتى لو شديت نوعا ما، أني يكون شدتي هنا في هذا الحق يكون فيها إسفاف في القول وكلام بذيء. لا، هذا ما هو دين أصلا، هذه ما هي دعوة. احنا في محيط الدعوة إلى الله عز وجل. لا، إذا طرح الشبهة لابد يجب أن يرد عليها. لا، هذا مو من الرفق، هذا من يعني الأساليب الحوارية، ما لها دعوة في الرفق. الرفق متعلقة بالشخص الآخر. مسألة طرح الشبهات والرد عليها ما لها دعوة بمسألة الرفق من عدمه، ليس لها دعوة بالرفق من عدمه، لأن هذا أسلوب حواري. وأنا أكلمك عن مسألة التعامل. لما إنسان يطرح شبهة، زين، عمر بن الخطاب لما أتى هذا الشخص اللي هو صبيغ لما كان يطرح المتشابه ما الذاريات ذروة، يسأل عنها، وضربه بعراجين النخل، زين، وجلده وحذر منه. هذا ترى هذا الأسلوب معه في التعامل. ما هو قاعد يحاول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وهو ولي الأمر في زمنه، كان يريد أن إيش؟ يبين له إثارة لمثل هذه الشبهات والإشكالات على أهل السنة. هذا ليس من الدين. ولما ضربه حتى يؤدبه، هذا تعزير من ولي الأمر، وهذا من الترفق مع هذا الشخص حتى ما يقع فيما حذر منه المشرع اللي هو الله عز وجل ورسوله. والدليل أنه لما صارت مقتلة النهروان، لما علم أبي طالب قتل الخوارج، قال نفعني العبد الصالح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما ضربه على تتبع المتشابه.
فمسألة الشبهة لما تطرح حتى لو رديت عليها يعني بنوع من الشدة زين، هذا ما له علاقة بقضية الرفق من عدمه. هذا الأمر له علاقة بتفنيد هذه الشبهة والرد على من ألقاها بحيث أنه يريد أن يشكل على أهل السنة، فتفند هذه الشبهة وترد إما بأسلوب الشرح أو بأسلوب الأسئلة الإلزامية، بحيث يسأل هذا المشكك أو المشكل بهذه الشبهة، وغالبا الأسئلة الإلزامية ما يجد عليها جواب، فتجد بعضهم إما يترك الغرفة وإما يسبك في شخصك وإما ينتقل معك في شبهة أخرى. هذا لأنه أفلس، ما عنده رد على ما سألته على هذه الشبهة. نعم، وضحت لك يا شبيب في مسألة الرفق أن الأمر متعلق بقضية شخصها، ما هو متعلق بقضية الشبهة. الشبهة لابد أن تفند وبقوة، ما هو بتخاذل أو بنسيئة. بعض أهل العلم يعني عاب على الرازي أنه يورد في كتابه مفاتيح الغيب الشبهة عاجلة ويردها نسيئة، يعني رد نوعا ما فيه قوة وتفنيد لهذه الشبهة، وأحيانا يؤخره بحيث القارئ هذه الشبهة ما يعرف الجواب الأكيد والتفنيد الصحيح لهذه الشبهة. ولك المايك يا فويس بن.